الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن خدمة ميدجل دوت كوم أو خدمة هي تعتبر بحث عن الأمراض وكده. دي الخدمة دي طبية مقدمة ممكن للدكاترة وممكن للعيانين، بس دي أو العيانين ممكن تسهل لهم البحث عن الأعراض وتشخيصات للمرض اللي ممكن يكون عندهم. عندنا الصفحة الرئيسية بتتكون من كذا جزء. أول جزء الجزء بتاع السيرش عندنا، اللي هو الجزء الأساسي بتاعنا. بيقسم السيرش او البحث لخمس اجزاء زي ما احنا شايفين. ممكن تبحث عن الاعراض، ممكن تبحث عن التشخيص، ممكن تبحث عن الادوية، ممكن تبحث عن الاجراءات العلاجية المعينة، ممكن تبحث عن الدكاترة. يعني ده بالنسبة للجزء بتاع البحث، وممكن تكتب هنا العرض على طول وهو يظهر لك. في جزء تاني عندنا اسمه اي نيرس او الممرضة الالكترونية، وده هنتعرض له في وقت بعد كده. هنبتدي في البحث عندنا بسيرش سيمتومز او البحث عن الاعراض. اول ما بتدوس عليها بيظهر لك مربع متقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاول ممكن تبحث عن العرض عن طريق الجزء اللي هو المصاب. ممكن تبحث الجزء التاني تبحث عن العرض لو هو اعراض عامة او اعراض نفسية. الجزء التالت لو هي اعراض جلدية باينة في الجلد. لو احنا اخترنا مثال ان احنا هنبحث مثلا في الليفر، لو دوسنا على الليفر هنلاقي هيظهر لنا الأعراض اللي ممكن تبقى ليها علاقة بالليفر، زي مثلا الفوميتنج أو الترجيع. هتظهر هنا الفوميتنج زي ما احنا شايفين، وكان بقى الديوريشن أو مدة ظهور العرض، زائد الجندر اللي هو النوع والإيدج. طبعا نختار ديوريشن مثلا 4 ل 14 يوم، الجندر ميل أو ذكر، الإيدج اللي هو السن مثلا. ممكن هنا في إتاحة إن احنا ممكن نزود عرض تاني زي ما احنا شايفين. ممكن مثلا وبرضه نفس الحاجة هنعمل عليها. لو احنا عملنا سيرش هيظهر لنا صفحة البحث اللي احنا شايفينها، برضه متقسمة لكذا جزء. أول جزء اللي هو البحث الرئيسي. ممكن لو احنا عاوزين نزود عرض زي ما احنا شايفين، ممكن هنا الجزء الأساسي بتاعنا اللي هو الأسباب اللي ممكن تكون للعرض. هنا دي ممكن تعمل فلترة أو تنقيح لنقاط البحث حسب فئة العرض ده. تحتيه اللي هي الفحوص التشخيصية اللي ممكن تشخص العرض ده سببه ايه. في عندنا على الشمال ممكن الأعراض اللي ممكن تبقى ليها علاقة بالعرض الموجود عندنا. لو احنا مثلا قلنا ان هو ممكن العرض ده يبقى الكحوليزم او زيادة في شرب الكحول، لو احنا وقفنا عليه بس هنلاقي تعريف للعرض او تعريف للسبب، والأعراض اللي هي ممكن تبقى تانية في السبب ده، وفئة بتاعة العرض أو الأماكن اللي ممكن يظهر فيها العرض زي ما احنا شايفين. لو دوسنا الكحوليزم مثلا هيظهر لنا شاشة تانية فيها برضه متقسمة كذا جزء. أول جزء ده بيسهل الوصول لحاجات معينة، مثلا لو انت عاوز تفاصيل أكتر، لو انت عاوز الفحوص التشخيصية للعرض، لو انت عاوز ايه الإجراءات اللي ممكن تعالج العرض سواء أدوية أو جراحات أو كده. لو عاوز تعرف الأدوية، عاوز تعرف الدكاترة أو كده. الجزء التاني عندنا اللي هو ده اللي هو فيه صور تعبر عن حالة المرض أو تساهم في شرح. هنلاقي الجزء التاني بيدي تلخيص عن الأعراض ونسبة حدوثه بالنسبة للعمر، أو رسم بياني لنسب حدوثه بالنسبة للعمر. هنلاقي الجزء التاني اللي هي الفحوص التشخيصية للمرض زي ما احنا شايفين، كانت ممكن الفحوص اللي ممكن تشخص المرض ده. الجزء الثالث زي ما احنا شايفين ان هو الاجراءات العلاجيه تتكون من ادويه، نقل دم مثلا، وحاجات اخرى ممكن برضو تتكون من اللي هي الاوبريشنز او العمليات. هنا الادويه الجزء الثاني الادويه اللي ممكن نستخدمها او الادويه المقترحه للعلاج. هنلاقي الجزء الاخير نلاقي الدكاترة اللي ممكن تتعامل مع العرض ده وأماكنه زي ما احنا شايفين عن طريق جوجل مابس. في الشمال فوق موجود عندنا كويك فاكتس أو حقائق سريعة عن المرض، اللي هي فئته ونسبة حدوثه في أمريكا طبعا، وقوانين
الكومن سيمتومز او الاعراض العموميه او الاعراض العامه اللي ممكن تحصل معاه، و وممكن التشخيصات اللي ممكن تبقى شبيهه بالمرض ده.